إذا كنت ناوي تتابع هذا المسلسل عشان تعرف وإيش راح يصير في النهاية، فأنا أقول لك من الحين: لا تتأمل كثير بالنهايات السعيدة، ولا ترفع سقف التوقعات للمسلسل عشان ما نخذلك. بس راح أقول لك تابع المسلسل بكل الأحوال. يمكن المواساة الوحيدة اللي أقدر أقدم لك إياها إنك أنت ما الوحيد اللي قال تتابع هذا المسلسل. نسيت أعرفكم بنفسي، أنا عمار، عمري 25 سنة، أشتغل كاتب سيناريو، أعزب وساكن مع 3 شباب في سكن مشترك في مسقط، متخرج قبل 2 من كلية الآداب. كتبت أكثر من 5 مسرحيات، وبعد كتبت سهرات تلفزيونية وأفلام قصيرة للتلفزيون، والحين راح أتجهز لكتابة أول مسلسل تلفزيوني. طبعا أنتوا يا المشاهدين راح تستغربوا من الأشياء اللي راح تشوفوها في هذا المسلسل. في شيء حقيقي وفي أشياء خارجة عن المألوف، بس الأكيد كل شيء راح تتابعوه في نطاق الواقع. من زمان وكان يا مكان، وإيش كان؟ كان نفس اللي كان قبل 10 سنين أو يمكن 20 سنة. الزمن يعيد نفسه، أو يمكن الزمن ما تغير على الإطلاق. ما مصدق؟ إنزين روح افتح أي جريدة مال قبل 20 سنة، ما تحس إنها نفس مال أمس؟ ما تحس إنها نفس الأخبار تنعاد وحتى نفس الأسماء؟ وكأنه ما تغير شيء من هذاك الوقت للحين. من زمان يشبه ذاك الزمان، ومن مكان يشبه كل مكان. في حياة ما صار لنا فيها أي دور. وعشان ما أتحول لمجرد كمبارس في حياتي، راح أكتب هذا المسلسل اللي راح تشوفوه الحين. أريد أكتب قصة تخلينا نفكر نحن ليش وكيف وصلنا لهالحالة. راح أكتب قصة من مخيلتي، وشخصيات من عقلي، وأحداث تحكي واقعنا اللي نعيشه. بس أنت يا ترى هل راح تصدقها؟ فهد 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 يا فهد يا حبيبي، ما يحتاج اللي جالس تسويه. ما تعرف يمكن اللي حاصل خير، يمكن الله كاتب لك الأحسن. طارق طلع برا. تو انت عاقبت لك العيشه اللي نحن عايشينها؟ ما انت اللي كنت تقول ان الحياه زباله؟ اقول لك لا تجلس تصورخ علي. يعني رحت وجيت واخر شيء سويت اللي في راسك. وبعدين تعال، انا متى قلت ان الحياه بنظري مثل الزباله؟ طارق طلع برا. ما بطلع، وانت لازم تهدي. انا غبي ضيعت فرصه عمري. كان المدير قدامي متصفد، لو راننا بكف برت فؤادي. مو بتستفيد، قول لي مو بتستفيد. تعال ورن، مو الحياة فوضى. وبعدين ترى ما احس انه في سبب مقنع يعني انه يخليك تطلع من الدوام. لا صح، ما في سبب مقنع. انت عاقل مجنون عارف وتقول انا اكرف من الساعة 8 صباح الى 5 العصر، لا معاملة كما الناس ولا راتب كما الناس، وما حد يحفزك وتقول لي ما في سبب مقنع. واصلا انا كنت باغي اترك هذا الشغل من زمان، ومتحسف اني ما تركته من زمان. زين، كيف بتصرف على نفسك وعلى اهلك المساكين اللي معتمدين عليك؟ أهلي وأنا ما أعرف موسوي في نفسي أصلا، وما أعرف كيف أعيش وكيف أكون بني آدم في ذا الزمن. إذا عندك شيء فيدني، أرجوك فيدني، انصحني بشيء. نصحك، حسسني انك انت بتسمع النصيحة. ابوي ياما نصحتك، قلت لك قبل لا تشتغل في ذي الشركة، لا تشتغل. انت ركبت في راسك اشتغلت وتو انطرت. مو تريدني اسوي لك؟
اذا انت ما قد النصيحه لا تطلبها احسن لك. وبعدين مو نوبه وبعدين ترى اضطريت اجي مسقط عايش هنا. تو يعني انت ندمان؟ ما سالفه ندم، بس انا ارتاح في البلد اكثر، وما كنت ناوي اجي ادرس في مسقط، ما مرتاح. تو انت ما مرتاح انك دخلت الجامعه ولا انك جيت مسقط؟ اسمعني بعد، العكس انا مرتاح اني داخل الجامعه وفرحان بعد. بس انت تتكلم عن مكانين مختلفين تماما، اللي هناك ممنوع، هنا عادي ومتوفر، وعندك هنا محلات وعندك هنا مراكز وعندك هنا سينما ومقاهي، يعني ترفيه على كيف كيفك. اي واحد يجي من البلد ويجي يشوف الترفيه بيتغير طبيعي. تو انا ما فهمت لك يا اخي، تو انت عندك يعني مشكله بالمكان؟ ما عندي مشكله انا. عاقب اذا انت ما عندك مشكله وانا ما عندي مشكله، هي المشكله قول لي. المشكله لا في ولا فيك، المشكله في الناس. كيف الناس؟ مو دخل ناس مال الناس. ايوه الناس جالسه تضحك على بعض، كل واحد لابس له قناع يمثل على الثاني، مفكرين يكسبوا بعض بالنفاق. صح كلامي ولا ما صح؟ صحيح، لكن ترى هذا موجود في كل مكان، يعني ما عندنا نحن بس، في كل مكان اسمعني، هذا ما في كل مكان، هذا موجود بس في مسقط. في البلد الناس قلوبها على بعض والناس تحب بعض، اما هنا يلا اللهم نفسي نفسي، وكل واحد مهتم بنفسه ويكذب على الناس. صباح الخير ماهر. اي صباح خبرني، ترى صار الظهر. ابوي مالك معصب؟ وش فيك؟ مو عندك؟ ما فيني شيء، بس يا اخي احترم المواعيد، ترى والله مواعيدك خرا عمار. يعني تو نحن متفقين الساعه 11 وربع نلتقي، والحين الساعه 1:30 وانت تو قايلني. زين هدي خليني اشرح لك. انا تو راجع من التلفزيون، خبرتك لا بخصوص المسلسل؟ مخبرني صح، وش صار؟ اجتمعت مع اداره التلفزيون واتفقنا اني اكتب لهم مسلسل 30 حلقه. مسلسل 30 حلقه؟ ما انت اللي كنت ثانك يو ما انت اللي كنت تقول انه ما تريد تشتغل في التلفزيون وانهم ما من طموحك. ابوي طموحي شيء والواقع شيء ثاني، مضطر اشتغل مضطر. انت تعرف بدون الفلوس ما اقدر اعيش. زين، بسألك ما عمار، انت كيف دخلت التلفزيون؟ تذكر اخر مسرحيه قدمتها؟ ايوه اتذكر. كان في واحد حاضر هناك من التلفزيون وعجبته المسرحيه، هو بعد المسرحيه تلاقينا وخبرني، قال لي ارقدك عشان المسلسل، وكان هذا اجتماعنا. زين، تو هذا المسلسل اللي ناوي تكتبه وش قصته وعن وش يتكلم؟ والله لحد الحين ما جاتني هذيك الفكره، جالس امخمخ. بتصدق خيفان يا اخي. خيفان؟ ومو مخوف انك؟ تعرف مسؤوليه كبيره، هذا التلفزيون ما لعبه. صح. وش تاكل وش تطلب؟ تو انت ما تقول تريد تودر الشغل، هذا صار اللي تريد، حل مو معصب ومتضايق وملعوز عمرك. ابوي طارق حبيبي، انا قلت اريد اطلع من الشغل، ما يطردوني كما الكلب. محشوم، انت ما كلب، لكن ترى هي يعني طلعت من ذا الشغل، روح دور لك شغل غيره. الله سهلة، طلعت من ذا الشغل روح دور لك شغل، ترى المسألة ما بهذه السهولة. لا ما بذي السهولة، لكن ربك موجود والرزق مقسوم ونصيبك ما حد بياخذه. ابوي خلي ذي السالفة في كوم، وسالفة اني اخبر اهلي اني انطردت من شغل كوم ثاني. من قال لك تروح تقول لهم؟ ما لازم تقول لهم، وبعدين ان شاء الله امورك بتتيسر قدام. ابوي الحالة هي اشتغلت ولا ما اشتغلت، حصلت شهادة ولا ما حصلت شهادة، الحياة مثل الخرا. استغفر ربك، تو انت مالك. بس طارق لا تكمل، انت عمرك ما بتحس بحالتي، انسان طفران ويصرف على اهله. متى بكون نفسي؟ متى بتزوج؟ متى بسوي كل هذا؟ انا احس ان سنين عمري بتمر وانا اصرف على غيري، متى بصرف على نفسي؟ ما اقدر اقول لك غير ماجور، لكن رب العالمين ما بينسى التعب اللي جالس تسويه حال اهلك. وبعدين يعني لا تجلس واجد تكبر الامور، ترى انا وياك نفس الحاله يعني. لا انا وانت ما نفس الشيء. ابوي انت تشتغل في احسن شركة وعندك فلوس وعندك سيارة ولا تصرف على اهلك، واللي في جيبك حالك انت وبس. عرفتوا الفرق؟ قل اعوذ برب الفلق. يا اخي هنا ما تكون مثل ما تريد لانهم موجودين، وهم ما يكونوا مثل ما يريدوا لانه انت موجود، كل واحد يكذب على الثاني، وسرى الليل واحنا ما سرينا. تراك ورمتنا الناس وانت مو عليك من الناس. يا اخي الناس يبغيوك على كيفهم وين من يوم صغير لين تكبر. يا النفسيه تراك واجد بالغ، قسم بالله انت انا ما جالس ابالغ، بالغ. هم ما باين يتقبلوني على طبيعتي، انا انسان ضحوك واحب الفرفشه، وهم يبغيوني واحد ستريت اخطف طين الطريق اخطف ما يخلص.
وبعد 3 سنوات تو عايش انت هنا 3 سنوات تو قاعد تتكلم ترى هنا اتكلم 3 سنوات من واقع خبره، 3 سنين تعودت اكون شخص ما يشبهني، وعشان عشان البطيخ الناس. اما في البلاد اكون على راحتي بين اهلي وناسي، ما محتاج اتلون 100 مليون نون عشان يرضيهم. ود الحلال اسمعني، ترى ما باقي شيء، فترة وبتعدي، باقي لك سنة واحدة وتفتك وترتاح من ذا كله، وبعدين صح لا يكون نوبة شباب سكن ما مرتاح لهم. لا حبيبي ذي شباب تكييف، امورك طيبه وعال العال. هنا احنا تعودنا على بعض، انا تعودت عليهم هم تعودوا علي، كل واحد جاي من مكانه وجايب له قصه. والله وامورنا طيبه، في الليل نتنازغ، في الصباح متراضين، والله وحوش قسم بالله. وتصدق صاير من ارجع البلد اشتاقهم واشتاق هذا السكن، هذا سكن عزابيه. مو باغي اكثر، قسم بالله انت مرتاح، ما كمل اللي عندي انا عقب. تصور 30 حلقة يعني شيء كبير، وانا بعدين اول مرة امسك اعمل بالضخامة، لازم احس بالمسؤولية من الحين. انت ليش محاتي؟ يا اخي تراك قدها، ولا تنسى تراني انا معاك. صدق، ولازم تكون القصة قوية، يعني ما اريد اخذلهم. من هم؟ منتجين تلفزيون من نوبة. شوف، انا عندي حالك طلب صغير واتمنى انك ما ترقني. قول. ايش رايك تعطيني دور في المسلسل؟ نعم. تعطيني دور في المسلسل وبطولة. مو بعدك تريد تكون بطل؟ ايوه اكون بطل. يا اخي اللي يمثلوا في وش احسن مني؟ ترى والله كله تمثيلهم خرطي. انت اصلا مو دراك بالتمثيل. شكلك بديت تغلط. حبيبي انا ترى موهبة بس ما حد مكتشفنها. يعني انا لو اكتشفوني، شوف انت اعطيني البطولة وانا اضبطك. انزين الحين مو تريد مني؟ اريد دور البطل، اريد اكون مهم. بطل يعني بطل مرة؟ ايوه بطل 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 يا اخي، اريد اكون مهم. اسألك تو سؤال، انت ليش تريد تعالج فكرة انك تكون شخص بطل ومهم؟ ليش؟ لاني صرت ما اعرف من انا. يا اخي احس ما مني فايده في ذي الحياه، والله بس استهلاك اكسجين على الفاضي. تعرف يا اخي اريد اكون، ما مهم وش اكون، المهم اني اكون. خير ان شاء الله خير. اسألك ذيلاك ما زياد ودها؟ ايوه هم. خلا نروح معهم، خلا. ورسبت فيها بعد، اقول لي مغرم شهرين وش انت تدور. طال في سيدي ما تمزح حبيبي. مو الاخبار؟ مو اهلين صحة؟ عمار. طيبين. الله يعافيك. الله يحييك. ها شوفك اليوم مار معنا. والله جاي اوصل ادهم شويه. غصب عني وصلني. اشكر ربك وشايف انك توقف تاكسي. تمام. شكلكم راجعين من الجامعة. اسكت ولد الحلال من الصباح والله تعبانين. والله هك. كرف حمير. نزين اقول لك اذا تعبان قوم فوق سكن معنا. ما يمدي مشكله، حد ينطرني هنا بعده ومشغول. معاز منه انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. ما شاء الله هنا ها؟ ايوه. اقول زين. شباب اذا بغيت تكمل كلامكم نطلع فوق في السكن. لا عمار انا بروح. تمام. بروح. الله يحفظك الغالي. بلاقيكم بعدين ان شاء الله. لا خذ راحتك والله، حتى اذا ما تقى بعدين. مالك نزل؟ والله ما اعرف واحد كان زين. ما اعرف يمكن يا اخي خلي اقول لك روح انت. والله ما تحب. قولوا شباب بغيروا جايكم ها، خلفوا الغريب والله جوعان. السلام عليكم شباب. قلنا السلام عليكم. خير وش صاير؟ ردوا علي تراني قلت خير وش صاير؟ حد مات ولا شيء؟ ابوي انا انطرت من الشغل. انطردت؟ ليش؟ بعد حمو ليش؟ تراك عمار واقد تسأل، انطردت وبس. توقعت ان الحياة بتكون اقل وقاحة معي. لا حول ولا قوة الا بالله. وانت مو صاير معك؟ مليت. من ويش؟ اشوف واجد تسأل، صدقة فترك واجد تسأل، بعد من مو مليت من الحياة. كل يوم نفس الوجوه، نفس الاشكال، نفس المشاكل، نفس الشغل، روتين ممل اقسم بالله. تو معقولة هذه الحياة؟ ايوه معقولة، لان هذه الحياة فانية ما مهمة، المهم راح يجي في الاخرة. وانت يا فهد لك المشكلة ولا حل، بتحصل غير ذا الشغل 1000 شغل. عين خير بس انت. والله تصدق حتى انا ذا الفصل خايف عن تراني، اتوقع اني ما اطلع منه، كلهن درجات خواره والله. اسألكم، مو شايفيني انا الدكتورة فوزية الدرع؟ شوفوا كيف حالتكم، كل واحد جالس على الاطلال وجالس يبكي على حظ العاثر. ترى اقول لكم الدنيا بخير. خلونا نروح نتغدى بدل ما قاسين تبوكيو. حسبت مو حسبت. اقول لك طروق، مو سؤال. سأل. ليش بتفكر بالزواج؟ انت مو دراك اني ما افكر في الزواج؟ واضح طارق، تشتغل بفلوسك فلوس ما متزوج، معناتها ما تفكر بالزواج. لا حبيبي، ممكن اكون انا افكر في الزواج وانت ما عندك خبر.
وبعدين التفكير في الزواج ترى من طبيعة الذكر. ليش ما متزوج للحين؟ انت ليش ما تزوجت؟ انا طالب جامعه وانت تشتغل، معناته انا اللي مفترض اسالك ذا السؤال. لا حبيبي ما شرط، يعني عادي تقدر تتزوج بذا السن، في واجدين تزوجوا يعني. هذا على زمن جدي وجدك، تو في ذا السن ما حد يتزوج. لا حبيبي، تو ما يشوفوا على السن، يشوفوا على الفلوس. اذا عندك فلوس روح تزوج، دربك خضر، ماني توكس اخو قلبي. وبعدين في ناس اصغر منك تزوجوا وجابوا اولاد، يعني عادي. الله يبقى العسكريه، كل واحد ما جاب نسبه دخلوا العسكريه بعد 6 اشهر تزوج. كيف وليش لا تسال؟ عجب اسال من اسال منك. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. نقل مراسل الجزيرة في العراق أن 18 من أفراد القوات الأمنية قتلوا في هجوم لتنظيم الدولة وتفجيرات. عمار ورمتن، تعال جلس خلينا نشوف أخبار. ابوي جالس افكر قصة ذا المسلسل بباقي اسويه. وما يستي تفكر لازم تحوم يمين ويسار. تعال جلس خلينا نشوف. اقول لك اريد اسوي ذا المسلسل يكسر الدنيا واشتهر واسوي لقاءات في التلفزيون وفي الاذاعه. زين بازين، ربي يوفقك. اسالك فهد، انت وش طموحك؟ انت مو طموحك؟ عمار مو بيكون طموحي طموح رئيس دولة، طموح إنسان عادي، يبى يشتغل، يبى سيارة، يبى فلوس، يبى بيت، إنسان عادي. تعرف أنا وش طموحي؟ طموحي أسوي مسلسل كل الناس تعرف عنه، وجالس أفكر كيف أسوي هذه القصة القوية. بعدين أنا تراني ما أريد أسوي مسلسلات مال حب، مال طلاق، مال ورث، مال شركات. لا 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 حبيبي، أنا أريد أسوي مسلسل جديد ما حد قال لي سواه. عمار سكت خلينا نشوف أخبار. أوه يا ربي، تعال شوف التفكير في سوريا جديد. هذا تو بس شفته؟ أبوي كل يوم ضحايا وتفكيرات وقتل، بس أكيد متعذبين. أبوي عرف الله يرحمهم والله يعينهم. تعال أقول لك، أنت ليش ما تسوي مسلسل عن فلسطين وسوريا؟ ما تقول باقي قصة جديدة، اكتب عن ذيلا بيدمر تدمير. أسألك مو شايف إني بلا ضمير بلا دم؟ مو شايف إني أسألك؟ أنا ما أقصد كذاك نوبة، بس يعني اللي يصير في سوريا وفلسطين شيء ما طبيعي. حياك مار، حياك، تفضل. عمار، عادي انام عندكم اليوم؟ أيوة ليش لا، تعال تفضل، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها خير، وش صاير؟ ابوي أبوك؟ أكيد رجع يضربك مرة. كان سكران وما داري بالدنيا، وضرب امي المسكينة، ما قدرت اتحمل وضربته وطلعت من البيت. ضربت أبوك؟ ليش؟ هذا أبوك مهما يكون ما يصير تضربه. يعني هو يصير يضربني انا وامي؟ كانت تموت في يد المسكينة، لو ما تدخلت الله يستر وش بيصير فيها. زين بعدين وش صار؟ دافعت عن امي وضربته. والله ما تدخل في الراس، كيف تتقرأ تضرب أبوك؟ عمار، انا قلت لك انه هو كان ما داري بالدنيا وكان سكران، وانا ما حصلت طريقة ثانية اقدر اسويها غير هذه الطريقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك إن شاء الله لا تحاتي، الأمور طيبة إن شاء الله. हमको हमी से चुरा लो, के बहीने चुरा लो. تو مو قابله. من تقصد؟ مين اقصد نوبه؟ هذا اللي برا. ماهر بطيخ، مسوي لي بيت ابوه رايح راد، واحنا ما واخذين راحتنا ترانا. اولا ماهر ما بطيخ، ثانيا ماهر صديق عمار من ايام الطفوله، والسكن سكن عمار، يعني عمار يحق له يجيب اي واحد في السكن. وبعدين لا تنسى ماهر مسكين وعنده مشاكل احس يا اخي في البيت،
فما حلوة من عمار يعقب في الشارع. صايرة عنده مشكلة في البيت، ما مشكلة، لكن ترى احنا ساكنين مع عمار وندفع ايجار، يلنا حق نتكلم ترى. زين انت ليش مكبر الموضوع؟ ما مكبرنا الموضوع، ترى سكن عزابية عادي. وبعدين بيني وبينك انا احس ماهر ترى طيب وحبوب، صح بعض الاحيان يعني غثيث وما ينبلع، بس يعني مشي. ما اعرف انت ليش ما تطيقه. انا ما قالك ما اطيقه، عجب مو انا ما احبه يا هذا المخلوق. ادم بفتح لك قلبي، خذ راحتك غالي، بس ما باغي انك تخبر حد. ما اقول احلف والله العظيم يا اخي حتى انا ما اطيقه، في نفس الوقت ما احبه. ما تطيقه ما تحبه، نقي كلمة في النص، ما يحتاج ترى بسطنا تراك. اقصد يعني نفس الجمله اللي انت قلتها قبل شويه، بس ما عرفت اقولها. مالك انت تبي تسوي مشاكل احسك. انا ما باغي اسوي مشاكل، ما قالك بسوي مشاكل. عجب جايني من هناك متعنتر. ولا لا اسمع ترى نحن طابخين أيوة، ومستخدمين نص صحون أيوة، المطبخ. عارف. مين يغسل الصحون؟ اذا انا وياك طابخين على من العيال؟ العيال على فوزي الدريع. عمار لا 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 فوزي الدريع عمار عجب من اقول لك مو شايفيني فوزي الدريع؟ فوزي الدريع. اسمعني تراني جوعان وباغي اتعشى وباغي انطبق، وبكره عندي دوام الساعه 8 يعني ملت عليها الله يعين. بس تحركني حرك وقصص طماطك. لحظه 8 صباح. وعندي كالكولس وماطاي انذار ومرسول عند الوالد عاد. وين تعرف انا لو مكانك مو اسوي؟ وش سويت؟ اعطيني حل. بداوم. شباب مالكم كذا كوارمين، حتى اكلكم ما مثل قبل. حصلتها. مو حصلت. قصة المسلسل. مسلسل وتلفزيون؟ ما انت كنت اكثر شخص ينتقد تلفزيون الدولة، وقلت مستحيل تكتب له مسلسل. اشوفك واجد متحمس، واكثر واحد فينا متحمس بعد. انا صح انتقدت مؤسسة التلفزيون، بس تراني ما قلت ما اروح اشتغل معهم. وبعدين انا المسلسل اللي قاس اكتبه عنا نحن كلنا. لا اقسم بالله اقتلك. هو ايش فيكم خايفين؟ كيف واضح؟ زين مو اقول شير لايك سبسكرايب 1000 مرة نعيد لك. زين، شير ولايك وسبسكرايب.